انا اللي طول عمري ما قلتش لا، دخل الرصاص قلبي وقلبي اتشق، ولما قلت لقيتني فجأة بموت، مبسوط لاني بموت عشان الحق. انا الشهيد اللي كان اسمي فلان، مصري ومصر الاصل والعنوان، وصورته مرفوعة في الميدان بإيدين منى ومينا وعبد الحق. أنا اللي لحد ما مت كنت بموت فيكي يا مصر ولا تسمعني صوت، كنت أشتكي ياخدوني من نفوت، والظلم ياما فوق دماغي، ظلم ياما فوق دماغي دق، والظلم ياما فوق دماغي دق. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، اهلا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم قصة بطل. بنقول للاخوة المسيحيين كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح. والحقيقة هذه الايام الاعياد متلاحقة، يعني مع بداية العام جديد 2015 ويتلوها عيد ميلاد سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. لما الحقيقة بتهل الاعياد علينا احنا بنتذكر أحبائنا اللي فقدناهم، الشهداء اللي دماء سيناء اتروت بيهم واللي صنعوا نصر احنا لازلنا لحد النهاردة بنستمتع بهذا النصر. فبنتذكر هؤلاء الأحباء حتى لو فقدناهم من عشرات السنوات. ويمكن الإخوة المسيحيين فقدوا الكثير أيضا في حرب أكتوبر. احنا النهاردة بنستضيف بطل هيحدثنا عن شهداء وأبطال من الإخوة المسيحيين والمسلمين. بنلتقي ببطل من أبطال حرب أكتوبر، سيادة العميد محمد سامح عبد الرحمن، من أبطال سلاح الدفاع الجوي وقائد سرية في حرب أكتوبر. أهلا بحضرتك يا باشا. أهلا يا فندم. بنقول لحضرتك كنت حضرتك عايز تعيد على السادة المسيحيين، الإخوة المسيحيين والمسلمين. اتفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أنتهز فرصة العام الميلاد الجديد وعيد الميلاد الجديد وعيد المولد النبوي الجديد للأمة المصرية بالكامل، لأن الأمة المصرية أمة واحدة. أتوجه لهم أنهم كلهم جميعا يكونوا بخير وسلام، ومصرنا الحبيبة تكون في أزهى وأرقى وأعظم الأمم كما بدأت وكما أراد الله، وإن شاء الله ستكون. يعني لما جينا نستضيف حضرتك الحقيقة فضلت انك قبل ما تتكلم عن حضرتك شخصيا، دورك في حرب الاستنزاف ودورك في حرب اكتوبر. حضرتك في حرب الاستنزاف في حرب اكتوبر كنت قائد سرية في سلاح الدفاع الجوي، لكن حضرتك فضلت قبل ما تتكلم عن نفسك فضلت تتكلم عن شفيق متري، العميد شفيق متري، وده من الإخوة المسيحيين. فنتذكر سويا هذا البطل اللي كان وراه قصة بطولة. هقول لحضرتك، أنا كنت في قطاع الفرقة 16، كنت مسؤول عن، أنا كنت قائد فصيلة صواريخ مضادة للطائرات تخدم أو تدافع عن المعابر اللي عدت عليها أو عبرت عليها الفرقة 16 في منطقة سرابيوم ودفلسوار. قبل العمليات أو قبل الحرب بأسبوع قائد السرية جات له وعكة صحية، أصيب وعكة صحية، فأنا كنت أقدم قائد فصيلة فكلفت. هي السرية بتضم عدة فصائل، 3 فصائل، وكان في فصيلتين ألحق علينا من الفرقة العشرة دفاع جو من اسكندرية لتدعيم قطاع الفرقة 16
في حمايه المعابر اللي عبرت عليها القوات المصريه، فرقه 16 وفرقه 21 مدرعه. فاللي كانت في كل لواء من لواءات الفرقه في فصيله عدويه، وفي فصيله من سريه اسمها سريه دفاع جوي او سريه صواريخ، قياده الفرقه تتبع قياده الفرقه مباشره، وتتبع قياده دفاع جو الجيش الثاني. فكان عندي احد الفصائل كانت مع في قطاع اللواء الثالث مشاه ميكانيكي اللي هو في العميد شفيق متر صدرك. الصدفه الغريبه في نفس اليوم في قطاع الفصيله اسقطت طائره فانتوم، فكان في جندي اسمه طلعت الجمل من بني سويف، فقال لي يا فندم انا اسقطت الطائره والعميد شفيق اخذ اسمي عشان هيكافئني بعد كده. قلت له طب وبعدين؟ قال لي العميد شفيق استشهد في نفس اليوم. قلت له يا ريتنا استشهد زيه، او انت استشهدت زيه عشان تاخد المكافاه الكبيره. سبحان الله، اقسم برب العزه ان هذا الجندي استشهد ثاني يوم على طول. فاذا ذكرى لن تنسى في ان الجندي تمنى انه يقابل العميد شفيق متر عشان ياخد منه يعني اعتبر ان هو نال المكافأة الأكبر والأعظم، المكافأة الأكبر اللي كل واحد يتمناها. وأقول لحضرتك حاجة، احنا في يوم الحرب يوم 6 أكتوبر احنا كان معانا جنود بقى لهم 6 سنين و7 سنين، معظمهم مؤهلات عليا أو مؤهلات متوسطة. تخيل حضرتك ان احنا بشر، وطبعا مش هقول خوف، لا، سنة الخوف حب الحياة. ومع ذلك في هذا هؤلاء الجنود لما استقبلوا ان ساعة سين هتكون الساعة 2، هؤلاء صاحوا بأعلى أصواتهم الله أكبر الله أكبر، وكأنهم مقبلين على عيد وعلى فرح. وكلنا كده في شعور سبحان الله، على أساس إن دي معركة الكرامة للجيش المصري، رد اعتباره بعد نكسة الحرب 1967. وكان الله ربنا معانا، وتم العبور وتم الانتصار بواسطة جنود صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تدبيرا. كان عندنا لا فرق بين جندي مسيحي. انا عايز في جندي كان انا شخصيا كان معايا اسمه فرح حبيب فرح من بلد اسمها المشايعة تبع اسيوط، ايضا من الاخوه المسيحيين. وكان هو جندي في يعني كنت انا مكلفه في حراسه الخلفيه او المخازن، لان هو جندي حراسه وماليش دور يعني في الحرب. فهو اصر لازم يخش معي. يا فرح اقعد في المكان بتاعك تحمي الخلفيه، يعني هو بيبقى خارج خط النار. هو اصر لازم قال لك يا فندم لازم اروح مع سيادتك، دي بلدي زي ما هي بلدك، لازم ادافع عن بلدي وما سيبكش. واستشهد قدامي في الحرب، كنت اتمنى الشهاده برضه بالنسبه له. كان في جندي محمد احمد حمايه، شهيد محمد احمد حمايه، هذا شهيد من بلد اسمها جهينه تبع محافظه سوهاج. يعني شوف حضرتك، محمد وفرح حبيب فرح ده مسيحي وده مسلم، زي ما الاغنيه بتقول فعلا دم حنا ولا مينا ولا دم المسلمين. فعلا يعني صحراء سيناء اتروت بالدماء المصريه الخالصه، سواء مسيحيين سواء مسلمين، كلهم توحدوا عشان يصنعوا بطوله نصر اكتوبر العظيم. لان هم حضرتك لان هم الاثنين من نبته مصر. طبيعي. المسيح والمسلم من نبته مصر، ابن مصر. حتى في الصياح الله اكبر تاني كانوا مشتركين كلهم في نفس الصياح الله اكبر. تحتضن الجميع، تحتضن الجميع. تمام. انما الاعداء من الازل، من قديم الزمان، من ان هو لا اعداء ليتربصوا بمصر، لان مصر لو اخذت فرصتها بدون مؤامرات هتبقى من اعظم الدول اللي على هذه الارض، بما تضم من كوادر وعقول، وربنا حباها بكل الخيرات من انهار وبحار. فالاعداء مش عايزين، بيدوروا على اي ثغره. بالظبط، بيدوروا على اي ثغره عشان ثغرات. ودي احنا لازم احنا كمصريين لازم يبقى عندنا وعي
ودي دور الاعلام. حضرتك واعلام يوضح ان مصر دي ده مستهدفه، لان ايام محمد علي لما بنى دوله حديثه تامرت عليه الامبراطوريه العثمانيه والامبراطوريه الفرنسيه والامبراطوريه، عشان ما تبقاش مصر قويه. عارفين مقاومات مصر تبقى اقوى واعظم دوله في هذه المنطقه. فتامرت، وما زال هذه المؤامرات، هذه الاعداء يتربصون في محاولات بس بتهيألي الحمد لله المصريين بقى عندهم قدر اكبر من الوعي مما سبق. يعني في السنوات السابقه كان في نوع من انواع غياب الوعي لدى الكثير. بالظبط، لان هو حضرتك هو الاحداث اثبتت، يعني الاحداث اثبتت، وان بعد المصري حضرتك برضو يعني معدن نفيس، ومهما كان بيجي عليه الصدى بينجلي ويرجع احسن من الاول. فبس ان احنا نتمنى من الشعب المصري، وخاصه من جميع الطوائف الموجوده في الشعب المصري، ان هي تخاف على بلدها وتحب بلدها حب مظبوط. واني بص نظره رجال الاعمال، يعني انا حضرتك انا دي في ما بحبش اتكلم في السياسه، لما بص انا حضرتك الناس عايشه في قصور، وفي ناس عايشه في عندنا اماكن فيها عشوائيات، وفي ناس عايشه لا يصح اطلاقا. لازم يبقى في عداله اجتماعيه موجوده، وفي احساس بالمواطن المصري، احساس ان بلده دي بتديله زي امه، تديله هو بياخد منه، يعني عمليه متبادله. تمام. يعني الحب عمليه متبادله، الانتماء عمليه متبادله. فان شاء الله ان احنا من دايما من الازمات بتطلع الافكار الجميله، لا طريق لقدامنا كشعب مصري غير ان الشعب المصري ينهض اقتصاديا وعلميا وطبيا وفي جميع المجالات. دي البطولات الحقيقيه دلوقتي فعلا، هي السلاح اللي ممكن كل فرد من افراد الشعب يصنع بطوله لبلده، ان هو يساعد مصر انها تنهض وتتقدم. طب كل واحد النهارده بقول لحضرتك النهارده المواطن لما كان بيحارب وهو موجود ومستعد يضحي، كان مطمن جدا على الجبهه الداخليه. الشعب المصري شعب بطل، شعب ضحى. لان الشعب المصري ده كل ولاده كلهم اللي الام كان لها ابنها في الجيش بيحارب، او اخوها او زوجها. فاذا الجيش جزء من الشعب، وليس هو جيش الشعب. الشعب جزء بيؤدي واجب في الخدمه اذا كان مجند، وبعدين بيجي على الجبهه الداخليه. واجبه في الجبهه الداخليه اخطر من واجبه في الجيش، لانه ده دوله بدون نهضه، بدون اقتصاد قوي مش هتقدر. اكيد الدوله القويه دايما بتحقق السلام، الدوله الضعيفه تبقى مستهدفه بصفه مستمره. واحنا لا يمكن ان كمصر ان احنا نحقق السلام الا لما نكون اقوياء ذاتيا، نعتمد على نفسنا في اقتصاديا وعلميا وزراعيا وعلميا. وعندنا الحمد لله كوادر وعند محترمه جدا، وعندنا منابر علميه ضخمه جدا. ان شاء الله هذه المنابر بإذن الله بتعود بتطلع كوادر علمية تنهض بمصر. وفي نفس الوقت تكون الشعب المصري شعب يحب بعض. بس أنا عاوز أقول باختصار نفس الشعب المصري يحب بعض ويحب بلده. أنا أشوف حضرتك لما بتتكلم عن الحب، يعني مثلا فرح حبيب فرح الجندي اللي هو كان مع حضرتك بيحبك ولا يا فندم ما سيبكش لوحدك، روح طيبه. هو بيحب ابن بلده، ومفيش فرق بين ضابط وبين جندي، انا اكون معاك والاتنين مع بعض في كوكبه واحده بيدافعوا بيها عن بلدهم. الفريق عبد الرب ناصر قائد الفرقه كان في الخندق الامامي وانصاب في الحرب، مصيب في الحرب ورجع بعد. كانوا القاده يا فندم بيبقوا دايما في الصفوف الاولى. يعني انا اذكر يعني القاده اللي هو قاده ميدانيين. يعني كان مثلا الفريق محمد علي فهمي قائد دفاع جوي عبقري من عباقرة العالم. مجله روسيه قالت اعظم رجل دفاع جوي في العالم، لانه هو في فكره 30/6 سنه 70 سنه 30/6 يوم دفاع جوي، حتى في استاد اسمه 30/6. ايه الذكرى 30/6؟ كان دايما كل قواعد صواريخ ما تتبني العدو بيكتشفها بيدمرها بلا. فهو جات له فكره ممتازه جدا انه يعمل كمائن صواريخ بدون مباني. احنا كقوات كنا موجوده دفاع جوي، كمائن صواريخ بدون انشاءات، يعني تضرب وتمشي.
احنا كنا موجودين وكان معانا خبراء روس، فوجئنا كده يوم 30/6 ان السماء مولعه، في لا يقل عن 30 طائره اسقطت في هذا اليوم. وده عبقريه المقاتل محمد علي المصري. فهمي اللي خطط لهذه العمليه بدون ما تعرف حتى الخبراء الروس ما كانوا يعرفوا. وده طبعا كانت نقله بالنسبه لنا، نقله رائعه جدا جدا. الحقيقه طبعا سلاح الدفاع الجوي كان سلاح هام جدا، لان احنا كان سبب النكسه في 67 يعني اسقاط الطائرات، وما كانش في دفاع جوي عندنا. حتى في الفتره دي تم انشاء سلاح الدفاع الجوي اللي هي ما قبل 73. والله حضرتك هنا في يعني برضو معجزه ان في 67 جميع القوات المطارات والقواعد الصواريخ ما كانش فيه، دمرت بالكامل. وفي خلال 3 سنين مش 6 سنين، سنه 69 كان حرب استنزاف على العدو. سنه 70 بعد كام سنه 3 سنين كانت قوات الدفاع الجوي استكملت جميع القواعد بتاعتها، واقوى من قبل 67 بعشرات المرات. وفي خلال هذه الفتره رجال القوات المسلحه هقول لحضرتك يعني ما كانوش بيناموا ليل ولا نهار، خاصه الدفاع الجوي من التدريبات الشاقه والتجهيزات. التدريب هو اساس. التدريب اساس. يعني احنا لدرجه ان احنا قبل حرب 73 كنا بنعمل مناورات على العبور، وجميع المواقف اللي صدفتنا في الحرب بالنسبه لنا يعني مش جديده، لان احنا كل الحاجات اللي صادفناها في الحرب كنا متدربين عليها كويس. يعني سلاح الدفاع الجوي انا بتصور ان هو ضد اي حاجه في الجو، فالتدريب يبقى شاق يعني، او يعني صعب. بس هو الدفاع الجوي يختلف عن اي حاجه، قدر من العدو البري بيبقى بتاخد انذار، بياخد وقت لحد ما يوصل، لكن العدو الجوي فيه مساله ثواني. فما كانش الدفاع الجوي، رجال الدفاع الجوي على يقظه كامله، مسلحين باجهزه حديثه تكتشف الاهداف على المدى البعيد. في حاله السلم اللي حضرتك والناس ما تعرفش، حاله السلم دور دفاع جوي اخطر من حاله الحرب. الحرب في حاله يقظه كامله، في حاله السلم كده ممكن اي طائرات تتسلل، ولازم الدفاع الجوي يكتشف اي طائره تخترق المجال الجوي، لازم يكتشفها فورا ويتعامل معاها. فاذا الدفاع الجوي دوره، انا مش متحيز لسلاح كل الاسلحه. حرب 73 جميع الاسلحه، سلاح الشؤون الاداريه كان موفر جميع ما يخص الفرد المقاتل. الشؤون المعنويه، القوات المسلحه كانت قامت بدور خطير جدا في رفع الروح المعنويه للجنود اللي بيقاتلوا. سلاح المهندسين حدث ولا حرج، الناس كانت بتعمل الكباري في ارقام قياسيه، تفرد الكباري في ارقام قياسيه. مش كده بس، المواطنين العاديين الفلاحين، واحنا في بنعبر في سرابيوم ودفرزوار بنعبر، الفلاحين كانوا بيساعدونا في شيل الفلاحين العاديين مش مجندين، رجاله وستات كانوا واقفين. حتى انا اقول فين في انهي مكان؟ في منطقه سرابيوم والدفرسوار تمام، وجبل مريم في منطقه اسماعيليه، جنوب الاسماعيليه. كان لسه في ناس هناك، كان في ناس رغم من التهجير، كان في ناس، وكانوا ناس في منتهى الوطنيه. يمكن دول ارضهم بقى اللي هناك، ارضهم سبحان الله. يعني كنت انا يعني كنا في شهر رمضان، بقول يعني انتوا ستات واولاد قاعدين في، طبعا مش ناس كتير، جزء منهم اثر انه يقعد وحضر معانا الحرب، وكان بيساعدنا في طب الفلاحين البسطاء دول يعني نقدر نعتبرهم برضو ابطال في اماكنهم، لان هم ساعدوا ابطال زي حضراتكم، ضباط وجنود. مش متخيل ان الشعب المصري كله بطل. ما الشعب المصري النهارده ضحى تضحيات كبيره البطل الكبير، بطل حقيقي. النهارده حضرتك النهارده اللي في التموين، معظم المواد التموينيه كانت بتروح للقوات المسلحه. كان في شعار رفعه الزعيم انور السادات: لا يعلو صوت عن صوت المعركه. فكانت الشعب كان متقبل التضحيه دي عشان عارف دي معركه كرامه. فالشعب فلاح العامل اللي ضحوا باولادهم وازواجهم واموالهم كله عشان خاطر خدمه الحرب الكرامه طبعا، استردت الكرامه دي. التقشف طبعا. النتيجه بتاعتها، النتيجه ان هي المصري حس بكرامته رجعته تاني بعد انتصار الباهر في 73. ودي اكبر مكافاه للتضحيه، بضحي بلاقي مقابل التضحيه. تكلمنا حضرتك بقى سياده العميد محمد سامح عبد الرحمن، في حرب الاستنزاف، في حرب اكتوبر حضرتك كنت ملازم. ايوه، في حرب اكتوبر الاستنزاف كنت ملازم. تحكي لنا حضرتك بقى عن يعني
يعني جعلنا كده، نقلنا الاجواء قال المعركه في ذاك لحضرتك الوقت. احنا في حرب استنزاف انا كنت سلاح دفاع جوي، احنا اتخرجنا قبل الميعاد بتاعنا عشان خاطر ظروف معينه. واذكر عشان اول عشان قائد ظروف عشان الحرب. الظروف، وكان في بعض الاسلحه ما درسناهاش في الكليه فبناخدها واحنا في ميدان المعركه. يعني بعد التخرج لازلتوا في بتستكملوا دراستكم. بعد جزء بسيط ما كناش. فكان اول قائد السريه دي، ولا بمناسبه العيد الجميل ده والسنه الجديده وما قلتوش من زمان، اللي هو محمد عبد السلام اللي هو رئيس مجلس اداره شركه المقاصه، كان اول قائد سريه ليا في حرب استنزاف. اللي هو محمد عبد السلام. كان معانا قائد فوق اكثر من رائع، اللواء ربنا يديله الصحه، اللواء عبد الفتاح ابو غني النجومي. وكان رائد، كان صغير. محمد عبد السلام كان ملازم اول دفاع جوي اكبر مننا بحاجه بسيطه يعني. هو اللي استقبلنا وعلمنا في خلال دراسه المدفع 100 مللي. المفروض الدراسه بتاخد حوالي شهرين عشان ناخد. في خلال 10 ايام عندنا اعداد كامل تحت تدريب، وفي نفس الوقت في عمليات انتظار عمليات، وكان في اشتباكات. فالراجل ده راجل ايه، انا بهديله. طوال هذه السنوات كان يعني بلاحظ ان حضرتك بتدين بالولاء لهؤلاء القاده اللي هم طبعاً صنعوا ابطال وصنعوا بطولات، سواء من خلالهم او من خلال اللي هم علموهم. طبعا هو دول قاده زي ما تقول حضرتك، هم اقدم مني، حضروا حرب 67. فكان عندهم حماسه غير عاديه ان لازم يردوا الكرامه. فعلمونا كويس جدا، علمونا ازاي نعتمد على نفسنا، علمونا ازاي ان احنا نحارب عشان خاطر بلدنا. ما فيش حاجه اسمها مستحيل. انا اقول لحضرتك ده في عسكري امي كان في جهاز، يعني جهاز اسمه ربط الطبه، يعني في معلومات الجهاز 100 مللي بتيجي معلومات من الرادار بتحدد المسافه بتاعه الهدف. في حاجه اسمها جهاز ربط الطبه بيربط الطبه بتاعه المدفع بحيث توصل مسافه معينه بدل ما تروح اي. فالجهاز ده عطلان، ومفروض لازم مهندسين متخصصين يجوا فيها. فكان المهندسين قال لك ممنوع حد. فلقيت عسكري كان بيجي اللي يشوف المهندسين يعني لا يقرا ولا يكتب. لا يقرا ولا يكتب. فوجئت وقال لك ممنوع الجهاز ده حد يتعامل معاه غير مهندس متخصص. فكان عطلان. فطبعا كان المهندسين عشان كان عدد قليل عشان يجي يقعد يومين، ممكن الجهاز المدفع ده يقعد 3 4 ايام لحد ما يتصلح، على اساس خاطر المهندسين كانوا قليلين. ففوجئت العسكري ده قاعد شاف وصلح هذا الجهاز في نفس اليوم. ذكاء المصريين انا شفت الفطري. مهندس كان في مدفع تاني. ده عبقريه. عبقريه الشعب المصري. عبقريه البطوله المصريه. وده طبعا بذكره. انا بذكر كمان في حرب الاستنزاف، في اثناء حرب الاستنزاف كان في برضه جندي مسيحي من بلد ده كان برضه من النوع اللي عنده عبقريه الفراعنه. واخد بال حضرتك؟ يعني في نماذج كتير جدا جدا. نماذج كتير الحقيقه ان احنا نحب نستكملها مع حضرتك، مع سياده العميد محمد سامح عبد الرحمن بعد الفاصل ان شاء الله، فانتظرونا. نعود مرة أخرى لسيادة العميد محمد سامح عبد الرحمن من أبطال حرب أكتوبر من سلاح الدفاع الجوي. أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا يا فندم. كنت حضرتك في الفاصل عايز حضرتك نعيد الحديث عن محمد أحمد حماية، وهو حاصل على نجمة سيناء، وإزاي أنقذ 150 فرد أو قتل أو يعني قضى على 150 فرد من العدو. مش 150، انقذ 150. احنا طبعا كدفاع جوي عند السلاح بتاعنا صواريخ ليس مضاد للطائرات. اسمه كده حماية؟ هو اسمه حماية، اسم على مسمى. محمد احمد حماية. تمام. هو هناك في سوهاج بيعرفوا طبعا الاسم ده، وفي عيلة حماية. فاحنا كنا في امام المعبر، معبر سرابيوم. فكان بالليل، في اثناء بالليل ما كانش كناش بنشتبك مع الطيارات الليلي، عشان ما كانش فيه حاليا في اجهزه متطوره، اجهزه رؤيه ليليه ما كانش فيه. فكنت بجمع الافراد خلف تبه يعني مرتفع من الارض، عشان خاطر فتره بالليل يتجمعوا على اساس ما يبقاش فيه
يتعرضوا لاخطار خاصه بالنسبه للصواريخ بالذات يعني. مم. فكان في المكان اللي فيه كانت حوالي فصلتين، يعني حوالي 60 عسكري واثنين ضباط، وكان في منطقه شؤون اداريه في خلف التبه. التبه دي ارتفاع حوالي 20 متر بالظبط كده، من 20 حوالي 20 متر. فطبعا احنا ناس محتليه فيها كله بالسلاح الشخصي للدفاع عن نفسه. فاحنا فوجئنا بالليل ان في 2 دبابه اخترقوا، دبابه اسرائيليه اخترقوا، يعني زي ما تقول متسللين. مم. فدخلوا على المنطقه دي في وسط القوات المصرية. وسط القوات المسلحه كان بيحصل. مم. واحنا كان في قوات مم. برضو من عندنا بتتسلل يعني. فهو طبعا ده كان حاجه نوع جديد، كوماندوز بالدبابات، ده حاجه جديده يعني من اساليب العدو يعني. مم. فكان الهدف بتاعهم طبعا انه يا اما بيجي من المنطقه الخلفيه، يا اما بيدمر مخازن ذخيره، يا اما بيدمر منصات صواريخ، يا اما يدمر حاجات زي كده. فانا طلبت من الافراد ان ما حدش يتعامل معاهم خالص غير في الشخصي، وكل واحد معاه السلاح الشخصي، منديل آلي او رشاش قصير، وفي قنابل يدويه بسيطه كده اسمها قنابل صوت اكتر منها اسمها حسام. مم. فالدبابه والدبابة جاية جايه في السفح، يعني احنا في مرتفع، هم جايه سفح المرتفع. الافراد جايه في ارتفاع اقل من، يعني احنا 20 متر، الدبابه اقل. تمام. فانا فوجئت الدبابه معديه، فوجئت وطالب من الافراد ما حدش يتحرك خالص لحد ما عشان ما نظهرش قدام الدبابه، لان احنا دبابات معناش اسلحه مضاده للدبابات، يعني دفاع جوي، في افراد شؤون اداريه، ويعني كان عربيات محمله تموين عشان توديها للقوات جوه، فراكنين ورا. فانا فوجئت ان الدبابه معديه تحتنا الدبابه الثانيه. فانا فوجئت ان محمد احمد حمايه خرج من الحفره بتاعته ونط سرعه البرق، نط فوق الدبابه، قفز من ظهر الدبابه ورمى القنبله بتعمل صوت جامد جدا على الفرد اللي فوق البرج. قائد الدبابة. فوق فرد البرج اللي هو فوق الدبابه. يعتبر هو بيوجه مع صوت جامد جدا. فوجئنا ان محمد حمايه استشهد والعسكري استشهد والطاقم بتاع الدبابه وقفت، الافراد بقيه طاقم الدبابه نزل. فقدرنا بسهوله نتعامل معاهم وتم القضاء عليهم. يعني هو لم ينتظر يعني ده بالغير اوامر، استماع لامر، ده ما خدش اوامر مني. انا مديله اوامر ما حدش يتحرك، عشان انا عارف امكانياتي مش معيش مع حاجات مضاده للدبابات. فوجئت عمل خارق يعني مش ففوجئت كده تصرف بطولي خارق. تصرف بطولي خارق محمد احمد، وهو كان عسكري. وبعدين هو حضرتك بيقفز هذه القفزه، هو بيقفز هذه القفزه على قائد الدبابه، وطبعا هو متوقع انه هيموت، طبعا متوقع الشهاده. طبعا، بس هو احساسه اكيد في حاجه اهم. الجنه هو شايف الجنه، شايف حاجه احنا مش شايفينها. حمايه هذه الفصيله وهذه السريه، هذه القوات المسلحه المصريه. هو كانت النتيجه الدبابه الثانيه دخلت على مسافه بسيطه مننا، تعرضت برضو الموقع مضاد للدبابات، قضى عليها وانت يعني. فكانت ليله جميله جدا جدا بسبب محمد احمد حمايه. في كمان فرد هذا الجندي اللي حضرتك بتقول عليه امي، محمد احمد حمايه، تعرف ايه عنه، عن تكوينه، وعن حبه لبلده، الرجوله، هذا التصرف اللي فيه اقدام، شجاعه، يعني فيها ايثار، ان انا بفضل هذه البلد على روحي، على اسرتي اللي هتحزن ممكن عليا. انا اقدر اقول لحضرتك سيادتك الشعور ده كان موجود عند كل الناس اللي كانوا حرب كل الناس. بس هو محمد احمد حمايه كان يمتاز حاجه مش متوقع بيها، كان يمتاز بخفه الدم، وحتى كان من هواة التمثيل. يعني كان بيعمل لنا في الحفلات الترفيه اللي بنعملها هناك في اثناء كان بيقوم بيعمل فقرات تمثيل، الكواليس يا فندم. الكواليس بالظبط. فهو كان يمتاز بخفه الدم المتناهي، وما كنتش متوقع ابدا ان هو يحصل منه حاجه زي كده. فحصلت. فكانت يعني هو ربنا نور الشهاده. كان الواحد يتمنى ده. في ضابط بدر محمد المهتدي كان الموقع بتاعه مضروب في قنابل زمنيه في صناديق صواريخ، هو اصر يخلي الموقع من الصواريخ في قنابل زمنيه. قائد الفرقه يقول له اخلي الموقع، ما فيش فايده. ليه يا بدر؟ بعد اخر صواريخ نقلوا من مكان القنبله
انفجرت القنبله. فقال يا خساره ما استشهدتش، ده ليه معايا ما زال حي يرزق. عميد بدر المهتدي فتح الله كان راجل شهيد. ليه يا بدر؟ قال انا ليا اخويا استشهد بس استشهد في حادثه فحسيت ان اخويا بيناديني. هي دي يا فندم الشهاده الحقيقيه. ايوه، اللي هو في سبيل الدفاع في ناس عن بتدور على الشهاده الوطن. ما بتلاقيهاش، وفي يعني في ناس بتستشهد ربنا بيطلبها للشهاده، وفي ناس فاهمه الشهاده غلط. يعني هو ده لما يكون العدو الصهيوني الاسرائيلي اللي هو عايز يحتل البلد، يبقى ده فعلا العدو الحقيقي. هو اي اللي واحد فعلا هي حضرتك النهارده حتى بالانسان العادي اللي بيدافع عن واحد، حضرتك انت الواحد في العربيه بتاعته جه ناس حراميه عاوزين يسرقوه، لو ده بدافع عن حاجه مالي، ده انا شهيد، لو انا جرى حاجه ابقى انا شهيد، دافع عن بيتي، ما بالك بلدي، بلدي وعقيدتي وكرامتي كلها موجوده في حرب زي حرب الكرامه 73. فطبعا دي الحاجات دي نماذج نبراس او صوره انا بفتكرها زي ما كنت حضرتك يعني معلش زي ما بتكون. شوف حضرتك مر عليها سنوات طويله بفرحه. بتبعد عنا الغم. الغم اللي هو موجود عندي. شوف قد ايه كان حب الوطن كان موجود ومزروع جوه نفوس الجنود المصريين. يمكن بنسمع دايما عباره الجندي المجهول اللي هو استشهد ومحدش يعرف عنه حاجه. بنبقى سعداء لما نتذكره وبنحس ان هذا الجندي المجهول وراه بطوله، طبعا بطوله لا يعلمها الا اللي كانوا معاه في ذلك الوقت. ممكن احياء منهم زي حضرتك ربنا يديك الصحه وطول العمر، وممكن في ناس ما نعرفش برضو عنها حاجه، ولا زلنا ان احنا نروي هذه القصص لهؤلاء الابطال اللي بطولاتهم داخل الجنود المجهولين. ده القدوه. قدوه للشباب بتاعنا. الشباب عشان يعرف ان ابائهم او اجدادهم كانوا ازاي يعني. فهو وبعدين على حضرتك وان الحاجات دي بتعمليها وانت في منتهى الفرح او منتهى السعاده. يعني انا لن انسى في ليله قبل الحرب 5 ايام كنت مهموم جامد جدا جدا، لان في مطلوب مني حاجات كشؤون اداريه، وخايف في نفس الوقت ان تقوم ضربه احباط من الجانب اليهودي يحبط عمليه كنت اتمنى اكون جندي. انا كنت ملازم اول عندي 22 سنه ومسؤول فجاه مسؤول عن 5 فصائل صواريخ، ومسؤول على مهمه قويه جدا جدا، تامين المعابر من اماكن انتظارها على مسافه 30 كيلو لحد ما توصل القناه، وبعد ما تتنصب تعدي عليها القوات مسؤول عن تامينها. شوف بقى المسؤوليه بقى. فالهم ده كله قعدت 5 ايام تقريبا ما بنامش. انا في ليله 6 اكتوبر، ودي حاجه اول مره 5 اكتوبر يعني فندم ليله 6 اكتوبر يعني يوم 5 اكتوبر بالليل. 6 اكتوبر بالليل يعني. اول مره حلمت احلى احلام شفتها في حياتي. شفت الجنه، قمت الصبح حسيت ان انا في عيد، شفت الجنه. فدي سكينه ربنا اداها النفس المطمئنه طبعا. انا بصيت في وجوه الجنود اللي كانوا معايا لقيتهم فرحانين، بقول لهم احنا شفنا الجنه، كلهم بيقولوا كده. يعني ده حاجه سكينه من عند ربنا سبحانه وتعالى، سكينه عشان يدينا اطمئنان وامن، ونتقبل الموت ونتقبل الشهاده واحنا فرحانين. واحنا فرحانين جت ساعه الحزن اللي احنا نقدر نخلص ونرجع كلامنا اللي كانت في 67، ودي كانت شعور لكل الناس. هي الجنة فعلا. حضرتك كنت في وسط الجنة، يعني لما حضرتك ذكرت عن أكثر من جندي استشهد حوالين حضرتك، وحضرتك حضرت استشهادهم وحضرت إيثارهم، وإن هم إزاي بيقدموا إن هم على ينقذوا آخرين في سبيل حتى لو كانت ثمن أرواحهم. فده الجنة معاهم طبعا. وإن شاء الله يعني مقالهم الجنة. فحضرتك فعلا كانت الرؤية بتاعت حضرتك جميلة. والله يعني يا ربنا يشهد حواليك ناس من الجنة، انا شفت من أهل الجنة، لدرجة إن زمايلي بيقولوا لي، معايا زمايلي اللي هم دخلوا مع الحرب، فأنا بوصف لهم الجنة، بيقولوا وصف لنا، قلت لهم ما لا أذن رأت ولا عين، مش ما لا عين سمعت، حاجة جميلة جدا جدا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. طبعا دي سكينة من عند ربنا واطمئنان إن احنا ربنا يعني راضي إن احنا يعني بشرنا بالنصر. وبشر اللي هو كان انا ما كنتش في فرقه 18، اللي هو فؤاد عزيز غالي قائد الفرقه، الناس اللي كانت معاه بيقول لك اول الله اكبر صوته سمع الفرقه بالكامل. كان راجل قائد
هذا القائد قادة الناس دول قادة الناس عظام. دائما فعلا قادة بتتذكرهم عظام. هؤلاء القادة العظام دول فاكر فعلا. مين؟ ولا الفريق فريق سعد الدين الشاذلي اللي هو خطط من حرب اكتوبر ودربنا عليها من الالف الى الياء. فريق سعد الدين الشاذلي اللي انا بالنسبه لي دفاع في جو الفريق محمد علي فهمي. في قائد دفاع جو الجيش الثاني، الراجل ده عبقري اسمه سيد امير رمضان. انا كنت بوزع الفصائل وكان بيقعد معايا، وهو مش تخصص، المفروض قائد دفاع جوي جنرال وليس تخصصي. انا تخصص صواريخ السام 7، عارف يعني الخواص الفنيه بتاعتها. فانا طبعا لما كنت بعمل خطه للدفاع عن المعابر فبحط فصائل غرب القناه وشرق القناه. فطلب مني انه احط فصائل شمال القناه. قلت له ازاي يا ده العدو بيجي من الشرق او يجي في الغرب ويضرب المعبر وهو راجع على الشرق. قال لي انا متوقع ان العدو هيجي لك من الشمال، اول طلعه جويه هتيجي من العدو يجي من الشمال من ناحيه الاسماعيليه. ازاي؟ قال لي اسمع كلامي، حط لي فصيله في حته. فطبعا انا لازم اول صغير لازم انفذ هو الراجل الامر. هيفهم اكتر مني. راجل هو نعم عميد قائد دفاع جو الجيش، بس انا متخصص في كنت شاطر، انا كنت من اوائل الفرقه يعني. تمام. فقلت له حط له فصيله وخلاص. سبحان الله، اول طلعه يوم 7 اكتوبر صباحا اول ضوء من الشمال وقلت كده بقى الفصيله في الشمال بتشتبك مع طيارتين فانتوم اسقطوا احداهما. قعدت اقول ينصر دينك يا سياده العميد سيد امير رمضان. شوف العبقريه الراجل ده، لان هو اللي نبهني انه شوف يعني راجل دخل مش في تخصص قائد دفاع جو الجيش الثاني، فيه مدفعيات بانواع مختلفه، ولكن تخصص في فاهم الصاروخ بتاعنا ومواصفاته ايه. فقال لي العدو هيجي من ناحيه كمفاجاه تكتيكيه للعدو انه هيجي من ناحيه الايه الشمال، وقد كان اول طب في يعني في حاله الحروب المفروض ان احنا نتوقع من اي مكان ممكن يجي الهجوم. ايوه من هجوم، بس هو ان حضرتك النهارده انت المعبر عباره عن هدف طولي. اما في نظريتين، نظريه الطياره بتيجي بتضربها من الشرق ودي مستبعد، تيجي في تشكيل ما قبل المعركه تبقى على مرتفع منخفض جدا جدا، وبعدين بتنقض على الهدف وهي راجعه الى قواعدها ناحيه الشرق. يا اما بتيجي من ناحيه الشرق ان تيجي الغرب. انما الحاجه الجديده ان جايه من ناحيه الشمال، يعني هو دخلت بعيد عن الهدف خالص، دخلت على مسافه 4-5 كيلو شرق، لان هو الهدف الاساسي يضرب المعبر اللي بتعدي عليه القوات. فجت الطيارات من ناحيه الاسماعيليه ارتفاع واطي جدا على 5 كيلو، يعني خرجت من قاعدتها وذهبت لمكان ابعد علشان تيجي بعنصر المفاجاه. عنصر المفاجاه. وطبعا ده وارد. القائد اللي هو طبعا لازم يتوقع من الحرب الاستنزاف دي. كانت حرب الاستنزاف كل التوقعات يا فندم بيعملوا حسابها. حرب الاستنزاف دي دربتنا كويس جدا جدا. عرفنا جميع اساليب العدو وتكتيكاته، فدي نفعت جدا في حرب اكتوبر. يعني حرب الاستنزاف بالنسبه لنا اصعب من حرب اكتوبر. حرب اكتوبر الاستنزاف كانت بالنسبه لنا يعني عمليه صعبه جدا جدا، بس استفدنا منها كويس جدا. لما جه حرب اكتوبر كانت المعابر بعد الرابع يوم القوات الاسرائيليه ما كانتش بتيجي ناحيه المعابر، لان كان بيجي اي عدد من الطيارات، كان على الاقل 50% من الطيارات بتسقط من جميع وسائل الدفاع الجوي، مش من عندنا بس. في صواريخ سام 6، في رشاشات موجوده على دبابات اسمها الشلكه، في جحيم من الدفاع الجوي بيحمل معابر. فابتدى بعد الرابع يوم لدرجه انا مش لاقي، بعت فصائل قناصه للامام عشان تروح على مكان الطيارات تشتبك فيها. فالحمد لله يعني كانت معركه اسلحه مشتركه جميله، كل الناس مدفعيه قامت بدور كبير جدا، المشاه العادي والمشاه الميكانيكي قاموا بدور كبير جدا. سائق دباب عبد العاطي كان في قطاع الفرقه 16، القائد بتاعه اللواء عبد الجابر احمد علي ربنا يديه الصحه ما زال عايش. فطبعا انا الفرقه 16 كنت بعزها كويس جدا جدا، على اساس ان دي الفرقه اللي قعدت فيها فتره ما بعد حرب الاستنزاف وقبل حرب اكتوبر، ودخلت مع حرب اكتوبر. قائد سريه
قائد سريه، السريه تضم عده فصائل 3 ولا كل فصائل فصيله؟ عربية، وفي فصيلتين ملحقين علينا جايين من اسكندريه، كانوا قاده الفصائل بتاعتهم ملازمين، وقبله بلاء حسن كان في ملازم لسه جاي متخرج ما بقالوش شهور، ومع ذلك هذا قبل بلاء غير عادي اسمه علاقه القائد، علاقة القائد بكل أبناء هذه أنا قائد صغير، مش قائد، ليه قائد أكبر مني، أنا قائد بس حضرتك يعني في عدد كبير حضرتك بتقودهم. هؤلاء طبعا كان في علاقة وثيقة، يعني حضرتك عارف تالي كل فرد فيهم وده مهمته إيه وده مهمته إيه. يعني احكي لي كده حضرتك هذا الجو الجميل من الحب والترابط داخل السرية. هي طبعا المعروفه الروح المعنويه للفرد المقاتل دي اهم. والروح المعنويه بتيجي ازاي؟ لما الفرد بيحس ان القائد بتاعه حريص على مصلحته الشخصيه، حريص على انه يعني يبقى قدوه للافراد بتوعه، حريص عليه لما في الحالات الاجتماعيه، مثلا في الاعياد، في واحد مريض، فطبعا دي بتبقى العلاقة أخوية أكتر منها علاقة في الأفراد متنبهين تماما للمهمة بتاعتهم، للمهمة فطبعا لازم الفرد يتعامل معاملة راجل، فرد عسكري مجند بقاله 5 سنين عاوز يشوف مستقبله يا إما النصر أو الشهادة، ده أساس الشعار. فطبعا الاهتمام بالفرد المقاتل من ناحية كل حاجة، من ناحية الإيواء بتاعه، من ناحية التغذية، من ناحية ما كانش القائد حس إن القائد حريص على توفير الحاجات دي، وإن القائد لا توجد أي علاقة إلا علاقة متبادلة بالأقدم والأحدث في الجيش. الأحدث بيحترم الأقدم، والأقدم بيعطف ويحنو على الأصغر ويعلمه. احنا القادة بتوعنا علمونا وكانوا قدوة لينا، فاحنا لازم ننقل هذا العلم لأولادنا ومن الجنود أو ضباط أصاغر. فطبعا دي كانت حاجة ممتازة جدا جدا. وطبعا لأن كنا في مركب واحدة، كنا في مركب، ونشوف القادة كانوا قدوة لينا. الحقيقة يعني وقت البرنامج للأسف أوشك على الانتهاء. احنا تذكرنا بطولات عظيمة في الأعياد، في هذه الأعياد اللي احنا مقدمين عليها، عيد ميلاد السيد المسيح، مولد النبوي الشريف فيما بعد، سنة جديدة. احنا تذكرنا كل البطولات أو يعني العديد من البطولات اللي صنعت مصر أكتوبر على لسان سيادة العميد محمد سامح عبد الرحمن من قوات حرب أكتوبر، من سلاح الدفاع الجوي. بنشكر حضرتك في نهاية اللقاء. شكرا يا فندم، ومرة ثانية بهني جميع الشعب المصري والأمة العربية بالأعياد الجميلة دي، لأن احنا أمة واحدة لا يفصلها أي شيء. وبهني جميع إخواتنا في القوات المسلحة الحاليين، وإنه ربنا يشد من أزرهم، وإن لازم الشعب يعرف إن القوات المسلحة هي جزء من الشعب، أو هي أبناء الشعب. القوات المسلحة من أبناء الشعب. فإن شاء الله حضرتك إن شاء الله نتمنى أن مصر تبقى أعظم دولة في العالم، وبرجالها وبحب الشعب نفسه. وأنا شاكر أفضالك، وكل سنة وانتم طيبين جميعا، وربنا يعيد عليكم الأيام بسلام كل خير يا رب. ونتذكر واحنا يعني كل بطل من أبطال حرب أكتوبر، كل بطل سواء جندي صغير أمي أو قائد كبير بنتذكره، سواء كان حي يرزق ربنا يديله الصحة وطولة العمر، أو كان يعني استشهد. إذا كان مسيحي الله يقدس روحه، وإذا كان مسلم الله يرحمه بإذن الله تعالى. في نهاية لقائنا بنشكر سيادة العميد محمد سامح عبد الرحمن، ونشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله مع قصة جديدة من قصص البطولات. شكرا. أنا اللي طول عمري ما قلتش لأ،
دخل الرصاص قلبي وقلبي اتشق، ولما قلت لقيتني فجأة بموت، مبسوط لاني بموت عشان الحق. انا الشهيد اللي كان اسمي فلان، مصري ومصر الاصل والعنوان، وصورته مرفوعة في الميدان بإيدين منى ومينا وعبد الحق.